عمرك سألت نفسك ليه بنجوع وليه بنشبع؟ وليه ساعات بناكل من غير ما نشبع؟ وليه ساعات بنشبع من غير ما ناكل أصلا؟ اللي هقوله لك دلوقتي هو العلم الحقيقي اللي هيفسر لك شهيتك بتتحرك ازاي بشكل يومي. الجوع مش في بطنك، الجوع في مخك. أول معلومة لازم تعرفها إن المعدة مش هي اللي بتاخد قرار إنك جوعت، المخ هو اللي بيقول الكلام ده. جوه المخ في منطقة اسمها الهايبوثالاموس، هي مركز القيادة والسيطرة اللي بتتحكم في الجوع والعطش والشبع والحرارة والتمثيل الغذائي. تاني حاجة لازم تعرفها يا بطل هرمون الجريلين. هرمون الجريلين ده هو هرمون الجوع الأساسي في الجسم، وده بيتفرز من جدار المعدة، وأول ما بيتفرز بكميات المخ جري ويقول له أنا جعان عايز آكل. الجريلين ده بيزيد لما بتسهر، ولما بتبقى قلقان، ولما تاكل سكر كميات كبيرة، ولما تهضم بسرعة، ولما تكون وجباتك غير منتظمة بشكل متقطع خلال اليوم. وده السبب انك ممكن تحس بالجوع حتى لو لسه واكل فعلا. ثالث حاجه يا بطل هرمون الليبتين، ده مفتاح الشبع او هرمون الشبع. الليبتين بيتخزن في الدهون فعليا، في الدهون نفسها. كل ما الدهون تزيد عندي كل ما معدل الليبتين عندي يرتفع، والليبتين يروح للمخ جري ويقول له كفايه، احنا عندنا مخزون كافي من الطاقه مش محتاجين. بس المشكله الكبيره ناس كتيره جدا عندهم مقاومه الليبتين ريزيستنس، وده بسبب ان الناس عماله تاكل والليبتين عمال يصرخ ويقول للمخ كفايه كفايه، والمخ مش مستجيب معاه ومش سامعه. وده سبب رئيسي في السمنه. 4. ليه بعض الاكلات تجوعك اكتر؟ مش كل الجوع جوع، في جوع ناتج عن نوع الاكل نفسه. يعني اكلات بتفتح الشهيه زي السكر والدقيق الابيض والمقليات والمخبوزات والحلويات والمشروبات الغازيه، لانها بترفع السكر بسرعه كبيره جدا وبعدين تخفضه بسرعه كبيره جدا، وساعتها المخ يفكر انك محتاج اكل تاني فتجوع رغم انك لسه واكل حالا. في عندنا فرق ما بين الاكلات بتفتح الشهيه واكلات بتقفل الشهيه زي او بتقلل الشهيه زي البروتين والالياف والدهون الصحيه والكربوهيدرات المعقده. ليه؟ لان هي بطيئه في الهضم، بتفضل في المعده لفتره اطول، بتنشط هرمونات الشبع، ودي بتقول للمخ الشحنه وصلت، خلاص مخزون الطاقه اكتفى، احنا مش جعانين، وقف اكل. خامس حاجه يا بطل النوم لاعب اساسي في الجوع والشبع. لو نومك بايظ اكلك هيبقى بايظ. قله النوم تعمل 3 كوارث: الجريلين عندك يعلى اللي هو هرمون الجوع يرتفع عندك، الليبتين عندك ينخفض هرمون الشبع بينخفض، والحرق عندك بينخفض. غير ان مراكز القرار في المخ تضعف، اللي هو الهايبوثالاموس اللي بيديني القرار المخ ده جعان ولا شبعان، المراكز دي تضعف، تشتهي السكر بكميات كبيره، ما تعرفش تقول للسكر لا، تاكل بالليل وما تشبعش بسهوله. النوم لوحده قادر انه ينظم لك من 30 ل 40% من شهيتك. الحالة النفسية كمان هي عامل قوي جدا في التأثير على شهيتك بشكل كبير جدا أكتر من الأكل نفسه. التوتر والقلق بيرفعوا الكورتيزول وبيرفعوا الأدرينالين، وده يعمل جوع عصبي عندك وشهوة للأكل الدسم وتخزين دهون في البطن، أكل بدون وعي، عمال تاكل على بطال. التوتر بيقلل شهيتهم. ليه؟ اختلاف استجابة المخ لهرمون CRH. آخر حاجة معانا، هل الجوع دايما معناه إن جسمك محتاج أكل؟ لا. في 3 انواع عندي من الجوع: في الجوع الجسدي والجوع النفسي والجوع الهرموني. الجوع الجسدي ده الجوع العادي اللي احنا عارفينه الحقيقي، اللي هو جسمك محتاج طاقه. طب الجوع النفسي لا، ده ملل، عندك ملل، توتر، قلق، زعل، المخ عايز راحه مؤقته وبيلجأ للطاقه السريعه. طيب هرموني، الجوع الهرموني بسبب السكر والسهر وقلة النوم ومقاومة الأنسولين وقلة البروتين ووجبات بعيدة عن بعضها بشكل غير منتظم خلال اليوم. الخلاصة، المعادلة اللي بتحكم الجوع والشبع هرمون الجريلين يقول للمخ جوع، أنا عايز آكل، وهرمون الليبتين يقول للمخ شبع، خلاص كفاية مش عايز أكل تاني. وعندك نوع الأكل هو اللي بيقدر يتحكم في سرعة الجوع بتاعك إذا كنت عايز تاكل تاني أو لأ. النوم بينظم عندك هرمونات الجوع والشبع، عندك المخ بيفاضل ما بين الجوع الحقيقي والجوع المزيف، والحالة النفسية بتعبر عن الإشارات كلها أو تغير الإشارات كلها. لما الحاجات كلها بتتظبط في جسمك الشهية بتتظبط وتبقى طبيعية، ولو حاجة واحدة بس اتلخبطت خلاص الشهية كلها بتتلخبط معاك. اسمعني كويس قوي، الجوع مش ضعف، الجوع اللغة. لو قدرت تفهم اللغة دي كويس جدا هتعرف تتحكم في أكلك وفي وزنك وفي جسمك كله. جسمك مش بيخونك، جسمك بيكلمك، المهم تفهم هو بيقول إيه.